حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زرار الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتي الجديده. وكمان يا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو. حبايبي واصحابي على فيسبوك ما ننساش نعمل لايك للفيديو، متابعه للصفحه وشير للفيديو. وبالنسبه للناس اللي محتاجه قراءات خاصه بتتواصل معايا على رقم الواتساب اللي على الفيديو. النهارده هنعمل مع بعض قراءه، هنشوف سبب البعد ما بينك وما بين حبيبك او ما بينك وما بين الشخص اللي في حياتك. سبب هروبه منك، سبب رفضه، سبب التجاهل بتاعه، سبب ان هو عامل سور ما بينك وما بينه. ممكن يكون فجأة اتقلب عليك مرة واحدة، رافض يكلمك، رافض ان هو يتواصل معاك. فهنشوف مع بعض ليه بيعمل كده، ليه غامض معاك، ايه خطواته، ايه نظرته للموضوع، إيه الدنيا فيها ايه. يعني هنشوف مع بعض كده. بسم الله هنبتدي طبعا وهنشوف طاقته هو. بسم الله. طيب اوكي. طيب بداية كده أنا شايفة إن الشخص ده لسه متردد، أو لسه ما أخدش قرار، أو لسه ما رساش على بر في العلاقة ما بينك وما بينه. يعني لسه مش عارف هو عايز ايه. ممكن يكون ان هو لسه متلخبط، لسه مش قادر ان هو ياخد قراره. آم، وشايفة كمان ان يمكن اللي مخليه في الطاقة دي ان انت ممكن تكون بتلح عليه في حاجة معينة انت عايزه ان هو يعملها لك. وهو ممكن يكون مش عايز يعملها، فهو حاسس ان هو مجبر عليها، فهو مش عايز حد يجبره على حاجة. فعلشان كده هو حاسس ان هو متردد ناحيتك، او حاسس ان هو لسه مش قادر ان هو ياخد قراره ناحيتك. تمام. طيب شوية شايفة ان الشخص ده في حد مسيطر عليه. ممكن حد قريب منه عنده سيطرة قوية. ممكن حد من اهله، ممكن لو هو يعني ايه كان في علاقة او متزوج، ممكن مشاكل عائلية. يعني شايفة ان في شخص مسيطر عليه، وكمان في مشاكل ما بينه وما بين الاشخاص دي، يا عائلية يا لو هو عنده طرف تاني او متزوج فهي يعني ايه زوجته او او زوجه يعني، او الطرف التاني في حياته. تمام. طيب الشخص ده شوية شايفة ان وضعه المادي مش احسن حاجة، او ظروفه المادية مش احسن حاجة في الفترة دي. وضعه المادي مش حلو، شايفة ان هو منتظر حاجة. الحاجة دي يا هتجيله يا هتتغير اصلا، او ان هو خلاص هيصرف نظر عنها. لان الحاجة دي هو بقاله كتير جدا منتظرها، وبقالها كتير جدا مش ظابطة يعني. لحد ما هو ممكن يكون يأس اصلا ان هي ممكن الحاجة دي تحصل اصلا. تمام. فالموضوع ده مخلي موده مش حلو، مخلي مزاجه مش حلو، مخلي مزاجه متعكر، دايما عنده عصبية. دايما موده مش احسن حاجة. الدنيا عنده مش الطف حاجة. شايفة كمان ان هو الشخص ده في اوراق حكومية، او عنده اوراق محتاجة مثلا امضاءات، او في جهة حكومية ما. هو مستني مثلا رد عليها، فبرضه الحاجة دي قلقاه شوية او موتراه. آم، الشخص ده للأسف عنده شوية مشاكل، بيحاول ان هو يطلع منها او بيحاول ان هو يهرب منها. وللأسف أنا شايفة ان المشاكل دي ممكن هتتسبب بعد كده في حاجة كبيرة في حياته، فإن شاء الله يعني ربنا يعديها على خير. طيب شايفة كمان ان الشخص ده حاسس بالوحدة، رغم ان هو ممكن يكون حواليه ناس كتير، او ممكن يكون ان هو دايما حواليه ناس، او دايما مش لوحده، لكن هو حاسس ان هو وحيد. مفيش حد فاهمه، مفيش حد مستوعبه، مفيش حد محتويه، مفيش حد قادر ان هو يفهم ايه اللي هو بيفكر فيه. تمام. كمان الشخص ده طول الوقت بيعمل عكس اللي جواه. يعني ممكن يكون عنده رغبة في شيء ما، ولكن بيتصرف بعكس اللي جواه. او حتى برضه في مشاعره هو دايما بيظهر عكس اللي جواه، مش دايما بيطلع حقيقته، او مش دايما يعني بيطلع مشاعره الحقيقية. تمام. طيب كمان شايفة ان الشخص ده عنده رغبة قوية جدا ان هو يطلع ناس من حياته، او في مواقف معينة في حياته مأثرة عليه بصورة كبيرة جدا، نفسه ان هو يتخلص منها، نفسه ان هو يستشفي منها. نفسه ان هو ينساها، نفسه ان هو يخرجها من حياته. الشخص ده شخص مش ضعيف، في حد مسيطر عليه ولكن هو مش ضعيف. ولكن الشخص ده حارب كتير جدا في حياته لدرجة ان هو بقى مهزوم من كتر الحروب. هو مش ضعيف ولكن عنده طاقة انهزامية شوية. تمام.
هنشوف طاقتك انت بقى. شايفة ان انت بتتألم، شايفة ان انت تعبان، شايفة ان انت موجوع، تعبان من التعلق. لان انت للأسف مش بس متعلق بيه، انت واصل لمرحلة اللي انت ممكن تكون مدمن الشخص ده او مدمن عليه. تمام. فده برضو يعني مسبب لك وجع كبير جدا في حياتك، ومسبب لك تعب كبير جدا في حياتك. ونفسك ان انت تتعافى، لان انت بسبب الشخص دوت او بسبب التعلق ده انت جاي على نفسك كتير جدا. في اوضاع كتيرة جدا انت مش قادر ان انت ترفضها. بتتقبل اوضاع انت مش قابلها. فانت عشان كده بتتألم، عشان كده زعلان، عشان كده حزين، لان كمان التعلق ده ممكن بيخليك تاخد قرارات غلط. فانت يعني محتاج تطلع من التعلق ده او تفك التعلق ده. وانا بقولك انت محتاج فعلا ان انت تخلص من طاقة التعلق دي، لان هي مسببة لك ألم، ومسببة لك وجع، ومسببة لك حيرة طول الوقت. كمان انت يمكن شايف ان هو اتقلب عليك فجأة او اتغير عليك فجأة. ودي حاجة مضايقاك. تمام. آم، شايف ان هو ممكن بيبعد عنك، شايف ان هو ممكن بيعاملك بأسوأ. ولكن انت برضو رغم كل ده برضو انت شايف ان تعلقك بيه بيزيد، ودي حاجة مضايقاك. انت شايفه ان هو بيبعدك عنه وانت برضو بتتعلق بيه. تمام. بس في حاجة برضو، يعني مش بس التعلق اللي وجعك، لا انت كمان حاسس ان هو مش مقدر اللي انت فيه. مش مقدر اللي انت حاسه. مش مقدر اللي انت عملته علشانه. فانا شايفة ان انت وهو دماغكم مختلفة شوية. كل واحد فيكم عايز العلاقة تمشي بشكل معين او زي ما هو عايز. كل واحد يعني بيجي على الطرف التاني، او بيتعامل مع الطرف التاني بالطريقة المناسبة ليه. كل واحد فيكم عايز ياخد العلاقة في مسار تاني او في اتجاه تاني. فدي مشكلة برضو ان انتوا الاتنين كل واحد فيكم بيفكر في اتجاه. تمام. زي ما قلت لك انت مجبر على حاجات انت بتعملها، وانت شايف ان هو جبرك على الحاجات دي. انت شايف ان هو حطك في طاقة اجبار. بيجبرك ان انت تعمل حاجة مش عايزها، بيجبرك ان انت تاخد قرار انت مش حابه. بيجبرك على حاجات كتيرة جدا انت مش قابلها. اوقات انت بتحس ان هو ممكن يكون بيحبك، وممكن يكون انت شخص غالي بالنسبة له. واوقات بتحس ان انت ولا فارق معاه، ولا شاغل تفكير، ولا شاغل دماغه. زي ما قلت لك في اختلافات كبيرة جدا جوهرية ما بينك وما بينه. ولكن مش بس اختلافات، لا بصوا انتوا في حاجات مميزة ما بينك وما بينه في العلاقة، ولكن الاختلاف هو السائد ما بينك وما بينه. تمام. بس يعني عامة اللي انا شايفاه ان انتوا شوية مش قادرين تفهموا بعض، او مش قادرين ان انتوا توصلوا لبعض. تمام. انت ممكن تكون شايف ان الشخص ده مثلا بيتلاعب بيك او بيضحك عليك، وهو شايف برضو ان انت ممكن تكون بتضغط عليه او مش مقدر اللي هو فيه. وانت كمان برضو بتيجي عليك اوقات بتحس ان هو مش مقدر اللي انت فيه. يعني كل واحد فيكم فاهم التاني غلط، او كل واحد فيكم مش قادر يوصل لدماغ التاني. تمام. آم، فدي المشكلة. طيب. طيب الشخص ده عنده مشكلة كبيرة جدا، ان هو ممكن يخنق نفسه، او ممكن يجي على نفسه، او ممكن يوجع نفسه علشان يرضي عيلته او الناس اللي حواليه، او الناس المسيطرين عليه بمعنى اصح. تمام. شايفة برضو شوية ان الشخص ده بيجري ورا مصالحه، بيجري ورا اهدافه، بيجري ورا السلطة، بيجري ورا النفوذ. عنده استعداد يدوس على اي حاجة عشان اهدافه. ودي برضو حاجة مش احسن حاجة، دي برضو حاجة سلبية. تمام. ممكن بيجي عليه وقت بيكون شايف ان هو ممكن يمشي العلاقة على مزاجه او زي ما هو عايز. تمام. فدوت بيضغطك، او دوت بيضايقك، لان ممكن اللي هو عايزه ده انت ما تكونش عايزه، او يمكن اللي هو عايزه ده حاجة بتضايقك انت. تمام. بص الشخص ده عايز تكسبه. آم، بطل تفكير فيه، فك تعلقك بيه. هو خلي بالك مش عايزك تبقى قوي، هو عايزك تفقد قوتك.
آم، يعني كمان الشخص ده لما انت ممكن بتضغطه او بتيجي عليه او بتطلب عليه بتطلب منه حاجات هو مش قادر يعملها، فالشخص ده بيلجأ للهروب قبل ما انت تتكلم، قبل ما تفتح بقك، قبل ما تتناقش معاه، قبل ما تقول له انا عايز كذا وكذا وكذا، لا بيبعد بيهرب. ده سبب برضو من اسباب ان هو بيتجاهلك او ان هو بيبعد عنك او ان هو بيهرب منك. تمام. لان هو من جواه عارف ان انت متنازل عن حاجات كتيرة جدا، ولكن لفترة مؤقتة. هو عارف ان انت متنازل عن حاجات انت عايزها، ولكن مش على طول. انت هتيجي في يوم من الايام هتقف له وتقول له انا عايز واحد اتنين تلاتة. مش هتفضل طول عمرك متنازل، بتيجي على نفسك بس مش هتفضل تيجي على نفسك طول العمر. تمام. طيب برضو شايفة ان الشخص ده شوية كده عنده شكوك فيك، بس الشكوك دي اساسها هو مش انت. ليه بقى؟ لان الشخص ده ممكن يكون بيعمل حاجات مش مظبوطه، ممكن يكون في علاقات في حياته، فممكن بيفتكرك ان انت ممكن تردها له او ان انت تعمل زيه، او يعني اللي بيعمل حاجه غلط بيفتكر ان كل الناس، اللي بيكذب فاكر كل الناس كدابه، اللي بيخون فاكر كل الناس خاينه. يعني دي طبيعه الحياه، فهو بيسقط شكوكه عليك ان هو يعني شكوكه فيك دي نبع منه هو، مش منك انت، او انت مثلا لا مش بتعمل حاجة غلط، لا هو عشان كمان مش واثق في نفسه وثقته في نفسه مهزوزة، وشايف ان هو بيعمل حاجات كتير غلط. مشكلة الشخص ده برضو عارف ان انت طيب، عارف ان انت غلبان، عارف ان انت عاطفي رومانسي قليل الحيلة، عارف ان انت طول الوقت بتديله فرص مهما حصل ما بينك وما بينه. خلي بالك، عايزه اقول لك على حاجه برضو. الشخص ده اهتمامك بيه زي ما قلت لك بيضايقه، فقلل اهتمامك بيه. يعني اتعامل معاه طبيعي، اتعامل معاه عادي. آم، يعني عادي زي اي علاقه، ولا اهتمام زياده ولا قله اهتمام. تمام. لو ما لقيتش فيه تجاوب خلاص سيبه، سيبه يعني ابعد عنه، تجاهله، ابعد عنه. تمام. يعني انت مثلا لو تواصلت معاه مثلا، بعت له رساله، كلمته مكالمه، ما ردش عليك، تجاهلك، لا خلاص سيبه. ما تحاولش ان انت تلح عليه، ما تحاولش ان انت تلحقه، ما تحاولش ان انت تجري وراه، ما تحاولش ان انت تبذل مجهود فوق طاقتك. تمام. طيب هنشوف مشاعره. طيب في مشاعر حب ممزوجة بمشاعر عند في مشاعر انجذاب، في رغبة فيك، في حاجات كتير قوي قوي. في رغبة قوية جدا ناحيتك. طيب اوكي. الشخص ده بيفرح جدا لما انت بتكون موجود في حياته. تمام. آم، وبرضو لما بتبعد عنه، بعدك ده بيأثر عليه برضو بالسلب. تمام. شايفة ان هو خلي بالك متمسك بيك ومش عايز يخسرك، وفي حب كبير جدا. ولكن الشخص ده مشكلته ان هو بيديلك على القد، او بيديلك يعني زي ما انت بتديله هو بيديلك بالظبط، ما بيديلكش زيادة. عشان كده انا قلت لك ما تهتمش بيه، قلت لك اديله زي ما هو بيعمل معاك انت كمان اعمل معاه. تمام. لان هو زي ما قلت لك بيديك على القد، وطول الوقت طالب منك ان انت اللي تعمل كل حاجة، انت اللي تبذل مجهود في العلاقة، انت اللي تقوم بكل الادوار. تمام. طول الوقت شايف ان هو ظروفه جاية عليه، مشاكله جاية عليه. آه، ولكن هو عارف ان انت واقف جنبه، عارف ان انت ملبي له كل طلباته، عارف ان انت كل احتياجاته هتقدر ان انت تعملها له. وللأسف هو مش بيعمل لك حاجة في المقابل. تمام. فشايفة ان انتوا مش عارفين تبسطوا بعض، مش عارفين توصلوا لبعض. هو عايز ياخد ما يديش، فبيستنفذ طاقتك وبيتعبك وبيضايقك، وانت بتعمل اللي عليك واكتر. فدي حاجة يعني موصلكم لحيطة سد كده زي ما بيقولوا. تمام. طيب شايفة في حب، شايفة في اعجاب، ولكن هو عايز يوصل للي هو عايزه، او عايز يوصل لأهدافه بطريقة معينة. ممكن بيجي عليه وقت بيكون عايز يحسسك ان هو زهق، ان هو مل من العلاقة. يعني بص خلي بالك، انت لما ما تهتمش بيه وتبعد عنه، هو برضه هيحاول ان هو يشدك ليه، ان هو يحسسك ان هو زهق، ان هو مل من العلاقة، ان العلاقة ما بقتش احسن حاجة، ان العلاقة فاشلة. طول الوقت ممكن يصدر لك الاحساس ده او يفهمك حاجة زي كده. تمام. فزي ما قلت لك انتوا الاتنين يعني تفكيركم صعب قوي، فلازم انتوا الاتنين تحطوا ايديكم في ايدين بعض عشان تقدروا اللي انتوا تعدوا. ما ينفعش اللي انتوا طول الوقت تفضلوا تحاربوا في بعض، ما ينفعش اللي انتوا طول الوقت كل واحد فيكم في تفكير، وكل واحد فيكم في اتجاه، وكل واحد فيكم بيدور في حتة. لا ما ينفعش. تمام. الفترة دي صعبة عليك وعليه، لكن بتتعلموا منها دروس، وبتاخدوا منها دروس، وبتاخدوا منها مواقف. تمام. طيب انا شايفة ان نواياه استقرار، مش عايز ان هو يبعد. بس ممكن يكون باصص لنفسه شوية.
بيشوف كده انت هتديله ايه، هيقدر ياخد منك ايه اللي انت ممكن تقدمه له. كمان هو ما بينه وما بين نفسه بيشوف ايه اللي ممكن يمهد العلاقة، او يمهد الرجوع، او يفتح باب للاستقرار ما بينك وما بينه. تمام. طيب هنشوف بقى خطواته. طيب اوكي. طيب شايفة ان هو هيقرب، هيهتم بيك، بيحبك ولكن اول ما بيلاقيك ان انت قربت هيبعدك عنه، او هيسيبك، او هو عايز يحيرك، هو طول الوقت عايز يحيرك، فهو هيبعدك عنه او هيسيبك علشان انت اللي تفكر فيه، او انت اللي تتشغل بيه. تمام. فعلى طول تقدم التضحيات، وعلى طول تقدم التنازلات. الشخص ده طول الوقت بيفكر لك في فخ، وبيفكر لك في مكيدة، طول الوقت بيخطط لك. تمام. فانا عايزاك تجمد وما تقلقش. ارفض اي حاجة انت مش قابلها، ما تعملش حاجة انت مجبر عليها. ما تقلقش، العلاقة مش هتنتهي، بس العلاقة دي عايزة وقت، وعايزة مجهود، عايزة تشتغل على نفسك، وما تجيش برضو على نفسك ولا تعجل غلط. ما تغلط يعني، سوري، ما تقلقش وقوي قلبك. انت ليك مكان في قلبه، والعلاقة مش منتهية. مهما حصل ما بينك وما بينه، لا، شايفة ان هو هيمهد الطريق، وهيفتح باب للتواصل، وهيفتح باب للرجوع. بس انت اقوى على نفسك كده، وما تستسلمش، وان شاء الله خير. طيب حبايبي، دي كانت قراءتنا النهارده، اتمنى يا رب انها تكون عجبتكم. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش لايك وشير وكومنت حلو، وباي باي.